اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. انا اشرف شريف وبرنامجكم اليومي الترند ايه. معانا النهارده في الاستوديو مستر سمير بهلول، الباحث والمساعد الخاص بالبروفيسور سليم. ترند الموسم ده وبسبب ابحاثه المثيره للجدل عن السفر عبر الزمكان. اهلا وسهلا يا سمير، منورنا في الاستوديو والله. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ اشرف وبكل الساده المشاهدين. نبدا حلقتنا النهارده بترند عجيب وغريب، انا عن نفسي مش مصدقه، بس عاوزكم تركزوا معايا واحنا هنربط كل الخيوط مع بعض في البرنامج، والصوره في الاخر هتكون واضحه وضوح الشمس. مش كده يا سمير؟ مظبوط يا استاذ اشرف، انا متحمس قوي لحلقه النهارده. الصراحه يا سمير انا مش مصدق الترند اللي انا هقوله، لان اللي هقوله جايز يكون اول مره يحصل في التاريخ، بس هو حصل. خليكم معانا وانتوا كمان هتعرفوا اللي حصل بعد الفاصل. ورجعنا لكم من الفاصل مرة تانية واهلا بيكم من جديد. النهارده الصبح موظفين الامن والعاملين في قلعة المقطم اتفاجئوا بحاجة غريبة جدا. الناس دي لقت تمثال كبير لصلاح الدين الايوبي عند بوابة القلعة الرئيسية، ما كانش موجود قبل كده في المكان ده، ومكتوب تحت التمثال: قام بتشييد القلعة سليم الدين كراكوش وسمر الدين ايبك وصوفيا روبرت بأمر من الفاتح الناصر يوسف صلاح الدين سنة 572 هجريا او 1176 ميلاديا. الاسماء دي مش بتفكرك بحاجه يا سمير؟ طبعا بتفكرني باستاذ سليم وصموه وصوفيا والوجود بتاعه اللي اختفوا في الزمكان، والعالم كله من فتره كبيره مستني اي خبر عنهم. انا كمان استنتجت كده. المثير للدهشه هنا اعزائي المشاهدين في كل بيت وكل مكان ان التمثال ده ما كانش موجود في المكان ده قبل كده، بشهاده عاملين القلعه والزوار على السوشيال ميديا. والامن رجع لتسجيلات المراقبه وشافوا التمثال موجود في كل التسجيلات القديمه واكدوا انه ما ظهرش من العدم. تفسيرك ايه بقى اللي حصل ده يا سمير؟ التفسير المنطقي ان استاذ سليم وصوفيا ومعاهم صموه مش عارف ازاي سافروا للماضي لزمن صلاح الدين ووصلوا لمكانه كبيره في الزمن ده وساعدوه في بناء القلعه، وتكويما ليهم امر صلاح الدين بكتابه اسمائهم لتخلد في التاريخ. وهنا حصل التغيير في الزمن زي ما بنشوف في الحاضر دلوقتي. تمام. معانا دلوقتي اتصال هاتفي من شادية حواش، المتحدثه الرسميه من منظمه الاثار والسياحه الدوليه. استاذه شادية، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا استاذ اشرف والاستاذ سمير وكل اللي مع حضرتك في الاستوديو. عاوز اسال حضرتك سؤال الناس في كل حته بتساله دلوقتي. هو التمثال اللي ظهر في القلعه ده حقيقي ولا مزيف؟ المنظمه بتاعتنا بعتت لجنه علشان تفحص التمثال وتتاكد من اثريته، واللجنه كتبت في تقريرها ان التمثال اثري فعلا ومنحوت بالكامل في عهد صلاح الدين. يعني على كده التمثال حقيقي واثري فعلا. ايوه، وباكد لحضرتك وللساده المشاهدين ان التمثال ده حقيقي فعلا ومش مقلد او حديث. والاعجب من كده بقى ان الموضوع ده مش اول مره يحصل. مش اول مره تحصل؟ تقصدي ايه يا فندم بانها مش اول مره تحصل؟ من فتره كده في منطقه الاهرامات بالجيزه وبالتحديد جوه هرم خوفو، طلاب كليه الاثار اكتشفوا نقوش هيروغليفيه جوه حجره دفن الملك. النقوش دي ما كانتش موجوده قبل كده، واول مره علماء الاثار يشوفوها. ولما ترجمناها للعربيه كان المكتوب: تم افتتاح الهرم الاكبر بواسطه الملك خوفو العظيم كمقبره للملك، مولد طاقه مجانا للشعب المصري. تصميم الوزير سيليمونديس، تنفيذ سماركند وصوفيا جي. نفس اساميهم بس بشكل مختلف. طب وايه الاجراءات اللي المنظمه عملتها يا فندم لما ترجمتوا من النص ده؟ النقوش دي خلت منظمتنا تصدر بيان رسمي لعلماء الاثار انهم يعيدوا ابحاثهم مره تانية في كون الاهرامات مدافن للملوك فقط، وتصورها بانها اجهزه توليد طاقه عملاقه ايضا تنتج طاقه كهربائيه في زمن المصريين القدماء. يعني البروفيسور سليم عاوز يوضح في رسالته ان الاهرامات في الماضي كانت زي السد العالي في الحاضر، عباره عن بناء عملاق لتوليد الكهرباء، مش كده؟ بالظبط كده. وحابه اوجه الشكر للبروفيسور سليم لنقل السياحه في حته تانية خالص. وما تتخيلش حضرتك السياحه اتنشرت ازاي في منطقه الاهرامات الجيزه بسبب النظريه دي.
وبتمنى لهم التوفيق في رحلتهم جوه الزمكان. شكرا استاذه شاديه على المداخله المهمه دي وعلى التوضيح اللي وضح لنا الصوره اكتر واكتر. الشكر لله، انا اللي اتشرفت اني كنت معاكم النهارده في حلقه مهمه زي دي، وشكرا ليك ولكل الساده المشاهدين. سمير، انت ايه رايك في كم المفاجآت دي كلها؟ شكلهم ما بيضيعوش وقتهم في الزمكان. استاذ سليم كان اتكلم معايا قبل كده في النظريه دي وقال لي ان الاهرامات ما هي الا مولدات طاقه بتحول الطاقه الكهرومائيه الى طاقه استهلاكيه نقدر ننقلها لاسلكيا زي الواي فاي. معلش يا سمير على المقاطعه، بس الاعداد بيقول لي ان تلفزيون فلسطين بيذيع بيان هام على قناته المحليه دلوقتي بخصوص الترند بتاعنا. اعزائي المشاهدين، خلينا نشوف التقرير ده مع بعض ونرجع لبعض تاني. أعلن مسؤول داخل قوات الاحتلال الصهيوني بأنهم قد اكتشفوا منذ قليل لوحة جدارية عملاقة بجوار المدخل الشمالي للمدينة القديمة عند باب عمود وكنيسة صهيون، مكتوب عليها: دخل من هنا الناصر صلاح الدين الأيوبي محرر بيت المقدس واستلم مفاتيح مدينة القدس يوم الجمعة الموافق 27 رجب سنة 583 هجريا في ذكرى ليلة الإسراء والمعراج مع القائد سليم الدين كراكوش، وقام بتكليف سمر الدين أيبك غسل قبة الصخرة والمسجد الأقصى بماء الورد، وتشرفت صوفيا روبوت بإطلاق البخور داخلهم. وقد أفادت قوات الاحتلال أن هذه الجدارية لم تكن هنا من قبل، وجاري البحث عن هذه الأسماء في سجلات الحملات الصليبية، وسوف نوافيكم أعزائي المشاهدين بالمزيد من التفاصيل قريبا. وبكده اعزائي مشاهدين برنامج الترند ايه نكون ربطنا كل الخيوط مع بعض واكتملت الصوره ووضحت، ووصلتنا كميه رسائل كتير في الحلقه بتسال سؤال واحد بس: يا ترى هم فين دلوقتي؟ سؤال لا يمكن نعرف له اجابه في الوقت الحاضر.